السلام عليكم. انا رايحه دلوقتي لتيتا اشوفها اخبارها ايه، اسلم عليها واشوفها يا ترى عندها حكايه جديده ولا لا. السلام عليكم يا تيتا. عليكم السلام يا حبيبي. يا ترى عندك النهارده حكايه جديده ولا لا؟ هقول لك ايه، بس انا زعلانه ليه يا تيتا؟ هقول لك يا حبيبي، النهارده بنت البواب جت وكانت بتعيط. هي متجوزه بقالها يجي 7 سنين، متجوزه بقالها 7 سنين ومحدش يعرف عنها حاجه. يعني ايه محدش يعرف عنها حاجه؟ يعني هي عايشه وخلاص. ابوها ان كان يروح يزورها كل فين وفين او امها، لكن هي ما بتجيش تزورهم غير قليل قوي. بس هي ما خلفتش ومحدش يعرف ليه. كل ما يكلموها تقول ربنا يسهل ربنا يسهل. هي معاها دبلوم تجاره، وكان متجوزها لازال لغايه دلوقتي، يعني واحد معاه بكالوريوس تجاره. المهم ان هم كانوا متجوزين والى حد ما كويسين. حبه بدأ يخش في حياتهم أخته. يعني إيه تخش في حياتهم أخته؟ يعني أخته قالت له أنا عايزة أتجوز أو متقدم لي عريس. ربنا يوفقك يا أخت. بس مين بقى اللي هيجهزني؟ أخته قاعدة في البيت، هو ومراته بيشتغلوا وما عندهمش أولاد. فالمهم قالت له أنت اللي هتجهزني. فطبعا هو قال لها أنا مش هقدر أجهزك لوحدي. قالت له خلاص مراتك تساعدك. قال لها مراتي؟ قالت له فأول ما مراته جات من الشغل اللي هي بنت البواب، قال لها أختي هتتجوز، يعني متقدم لها عريس وعاوزين يتجوزوا في خلال 6 شهور، فالمفروض ان احنا نجهزهم. قالت له مين اللي يجهزهم؟ انت اخوها، عايز تجهزها جهزها، انت اخوها، لكن انا مالي ومالها. قال لها انت مرات اخوها وزي ما انا ما هعمل تعملي. قالت له لا شرع ولا دين بيقول كده، ولا العرف حتى بيقول كده. قال لها لا، هو انا عرفي انا كده، ومسكها ضربها. المهم في اليوم ده طنشت وسكتت، وقامت راحت شغلها وسكتت. تاني يوم برضو قال لها نفس الكلام، فبرضو قالت له برضو نفس الكلام، هي اختك انت مش اختي انا، وده طبعا الصح والحقيقة. راح برضو مسكها ضربها. فجت بقى جري على باباها اللي هو البواب، وجت تحكي له، وبعدين كشفت عن حاجات اول مرة تحكي عنها. بقالها 7 سنين وما كلمتش مع حد، وكانت مسرها في نفسها. اتضح ان جوزها هو اللي ما بيخلفش، وان هو اصلا ملوش في الجواز. وقال لها لو فتشت سري هضربك وهأذيكي وهخليكي حتى مش هتتجوزي حد غيري. فقالت له من غير ما تقول كده اني ولا ماني، احنا متجوزين ودي احنا عايشين مع بعض كويسين، انا موافقة خلاص. وعاشت معاه 7 سنين بما يرضي الله. لكن بقى اللي خلاها اتضايقت وقالت لأ ومش هكمل، ان هو عاوز ياخد فلوسها، شقاها وتعبها. صحيح هي ما عندهاش اولاد عشان تصرفها عليهم، لكن حبت في يوم تحج، حبت في يوم تروح عمرة، حبت في يوم تروح تتفسح، يعني معاها قرشها. يبقى هتعمل ايه؟ جات لباباها عشان باباها يشوف الحل. فطبعا باباها صدم ان هو اصلا ملهوش في الجواز، وان هو سبب ان مفيش خلفة. فقال لها طبعا لا خلاص انت لغاية كده كفاية. الغلط هنا فين يا ولاد؟ الغلط هنا ان المفروض اي راجل واي ست بتعمل تحاليل قبل الجواز، والتحاليل دي بتبين ان كان ليه في الخلفة ولا لا. فان كان ملهوش في الخلفة يعرض على خطيبته لو كان خاطب، او زوجته لو كان كاتب كتابه، ويفهمها. رضيت وقبلت، ما رضيتش خلاص. كل واحد من حقه انه يبقى اب او ام على حسب ظروفه هو. فطبعا هو ما عملش الكلام ده كله، وما عملش التحاليل، واتجوز كده وخلاص، وكتب كتابه كده ومن غير اي تحاليل ولا اي وثيقة تقول ان هو سليم. فطبعا كانت النتيجة اللي هي وصلت لها دي. طبعا دي اول غلطة، ان هم كانوا لازم يشوفوا التحاليل. تاني غلطة ان البنت لما عرفت كده كانت المفروض تصارح اهلها من الاول وتقول لهم، يمكن هم كانوا ينصحوها بنصيحة انك مثلا مش هتقدري تكملي للاخر، ان ممكن يكون هو نفسيا يبقى مش سوي فيبدأ يضايقك او يأذيكي. يعني اي حاجة هي رفضت ان هي تساعد اخته، مسكها ضربها. طب هل هو ده الصح؟ يعني لو واحد رفض يعمل حاجة، هل هو الصح ان هو يضربه؟ لا، مش معقولة كده. الضرب ما ينفعش، احنا بني ادمين. يبقى كان المفروض مثلا يفهمها، يقول لها طب ساعديني، وحتى لو انت ما تساعديني، طب الفلوس اللي انت هتساعديني بيها اعتبريها دين عليا،
وإن شاء الله سدهولك، يبقى في ما بينهم مودة ورحمة، تقوم تستمر الحياة. لكن بالشكل ده بصراحة حاجة وحشة قوي. ولا انت رأيك ايه؟ لا، عندك حق يا تيتا، عندك حق يا تيتا، انا ما احبش الراجل اللي يضرب مراته يا تيتا. صح يا حبيبتي، ربنا ما قالش كده. ماشي يا حبيبتي، السلام عليكم.